سميتها صورة العار، ويجب أن تنتشر على أعلى مستوى في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام، خصوصا الإعلام المغربي اللي خصو يروج ليها. صورة فريق نهضة بركان محتجز في المطار ديال الهواري بومدين كيأديو صلاة الجمعة على الضص. هذه الصورة هي أكثر صورة يجب أن يتم تداولها، وهذا الشيء علاش بديت هذه الحلقة. صورة العار على جبين النظام الجزائري اللي ما كيعرف لا التبنادمات لا الإنسانية لا الإسلام لا حتى شي حاجة، وصورة العار كذلك في حق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على رأسهم فوزي القجع. كنا دائما من المدافعين عن هذا الرجل، انتصارات على مستويات عليا في الكرة المغربية، ولكن سمحوا لي اليوم بصفته مسؤولا قاريا وعالميا على مؤسسات الكرة سواء في الفيفا في الكاف، مسؤول كذلك عن هذه الصورة. كاين اللي غادي يهاجم شبيتو الراجل خلو السيد يخدم. سمحوا لي في هذه الحلقة سنقول ما يجب أن يقال بدون طابوهات وبدون خطوط حمراء. إذا غادي نتكلموا في هذه الحلقة على هذه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، لاباس عليكم بهذا القميص الغالي وبهذه الخريطة ديال البلاد ديالي حدي من البرازيل. كنعلم التنظيم ديالي مع الفريق ديال النهضة البركاني اللي كنحبوه وكنعزوه، ونتمنى ان شاء الله انه يستمر في المواقف ديالو. هو انه حنا راه الا ما عزيناها راه ما غنخليوهاش. فبالتالي انا اقول النهضة البركاني عندكم تحيدوا هذا القميص وتحيدوا هذه الخريطات. الله يلعن الوالدين باباها شي كره، والله يعطي امها العمى اللي غنلعبوها مع شي قوم. غتستمروا وان شاء الله راه غادي تدخلوا غتلعبوا بالخريطه المغربيه كامله. اللي عجبو الحال عجبو، اللي ما عجبوش يتفرقع ويهرس راس مو مع الحيط. حنا كنشوفوا بحق الجوره وبحق الدين، ولكن للاسف الشديد يبدو انه مع بعض القوم للاسف الشديد اللي حاكمينهم من بعض البوزبال اللي ابتلينا بالجوره ديالهم. الله اعلم شنو غادي نقول. بركان خط ماشي احمر، برتقالي والمغرب خط بجميع الالوان. ما مسموحش شي واحد يتعدى عليه ولا يوصلوا يوصل الخريطه ديالو. حنا مغاربه نلعبوا بالخريطه الكامله، والا بغينا حتى نلبسوا لباس ديال الفريق ديال العيون ولا ديال الداخله ولا ديال بوجدور ولا ديال تلميم ولا ديال اي منطقه في مناطق الصحراء المغربيه، من حقنا، لان حنا اللي كنختاروا شنو خاصنا نديروا. حنا اللي كنختاروا الالوان اللي باغي نلعبوا بها والخرائط اللي باغي نلعبوا بها، ويشرفنا انتمائنا للمغرب. فمن البرازيل نقول لكم الناس ديال بركان واولاد كنيز ناسن، حنا كنعرفوا شنو حكاو لينا جدودنا. حنا ساعدناهم، وقفنا معاهم في الشده وفي الرخاء، وقفنا معاهم في جميع الاوقات. ولكن مادام جات القضيه ثلاث، حنا راه ديورنا هنا في البرازيل، وديورنا في البرازيل وبنترناها بسميتو، درناها بالليمون والنايد، وجات هاد النايد هذا ما تدخلش. ونعلوا الشيطان وفكروا شويه في الجوره، وفكروا شويه في الدين وفي المله وفي العقيده، راه غتخلونا نوليو شي كراشي. تحيه الناس ديال بركان، استمروا ورانا معكم ان شاء الله. وإلا استدعى الامر ديروا الرتوب وغتمركوا عليهم ثلاثه البيوت، لان راه ضروري خص القضيه تحكم لكم وإلا منعكم من الدخول. وثاني شيء غتمركوا على البيت الاخر في الرجوله وفي الشهامه، وانكم ناس ديال المواقف وناس اللي كتحبوا بلادكم، كتحبوا هذا اللون، كتحبوا البرتقاله، وكتحبوا هذه الخريطه هذه، وكتحبوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاش محمد السادس. الله 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 الوطن الملك، والله يرفع مرسيدي والسحرة في المغرب، والمغرب والسحرة الراية نفدا صباح ليس النجمة لذيذة والسحرة في